بيكم معايا عشان تتني بنطلون. هتاخدي المقاس المطلوب وهتزودي وهتعملي علامة بالشكل ده كده للبنطلون علشان تتني في امان. بعد كده هتدبسيها بالشكل ده كده، دبسي التانية بالشكل ده كده علشان ايه؟ علشان تبقى التانية معاكي مظبوطة. هتدبسيها لف بالشكل ده كده. بعد كده هتمكني بالشكل ده كده. الدبابيس بتظبط معاكي الخياطة. لما ضيقنا الرجل شوية ننضفها كده بالأوفر عشان يكون شغلنا نظيف. ده شكلها في النهاية. أتمنى تشتركوا في القناة، هكون سعيدة جدا بتشرفكم معايا. شكرا لكم. مع فيديو جديد. أهلا بكم معايا. ده بنطلون جينز مسمار قطعه بالشكل ده كده في الحجر من الظهر، فهنشوف هنعمله ازاي. طبعا احنا هنخيط من عند الخياطة بتاعت الظهر كده، هنضم الخياطة دي لبعضها، هيبقى شكله ظريف. هنشوف مع بعض. الخياطة هتبقى كده بالشكل ده كده طالما. وده كان شكل البنطلون، ولا كأن كان فيه قطع ولا حاجة بالشكل ده كده. اتمنى ان يعجبكم. شكرا ليكم. في فيديو جديد. اهلا بيكم معايا. ده دريس بقصات طويل وضيق. طب هنعمل ايه علشان نوسعه وفي نفس الوقت ما نقصش منه؟ لان احنا لو قصينا من تحت هيبقى ضيق من فوق. طيب احنا هنحدد طول الوسط. بعد كده هنعمل القضبه دي كده، التجوينه دي كده زي كأن احنا عاملينه بوسط بالظبط. لف ورا وقدام بالشكل ده كده. ده هيوسع الدريس وهيبقى مظبوط عليها، وهيبقى ده شكله في النهاية بالشكل ده كده، بقى واسع وجميل عليها. وفي نفس الوقت ما خسرناش الطول اللي احنا كنا هنقصه هيترمي. شكرا ليكم. صباح الخير عليكم. ده عباية بنص كم، عاوزين نعمل لها اكمام. هقولك تعملي الكم ازاي. هي بالشكل ده كده، ولا النص كم له اسوره بالشكل ده. هتقيسي طول الكم المطلوب، وبعدين هتركبيه من اول هنا كده من عند خياطة الاسورة اللي في النص كم بالشكل ده كده. وده بيكون الشكل النهائي بالشكل ده كده. ده النص كم وشبك فيه كم، وبعدين عملناه باستك. اتمنى ان يعجبكم. شكرا لكم. في موديل جديد. احنا بنفك الكروشيه وبنظبط الابره على الايه، على سن الكروشيه ليه ظبطه معينه. بسم الله. الابره الحته المبططه دي اللي هي في الابره دي كده، دي الاتجاه اللي جوه، ودي اللي نظبط معاها مع سن الكروشيه ده. الكروشيه اللي هو موجود ده كروشيه للسنين. السن الاولاني ده على الحته مبططه، والف كده لحد ما اهي لف معايا الكروشيه كده، اروح جاي ورابط المسمار ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا تظبيط الكروشيه مش محتاج ان انا افك الكروشيه كله، انا بفك بس المسامير وهو الكروشيه كده. طبعا انا بهوت الكروشيه كده، اللي انا اول ما امسك الكروشيه كده اقدر احركه يمين وشمال زي ما انتم شايفين كده. انا ماسك الكروشيه اهو، بحركه يمين وشمال اهو. بحرك الابره وماسك الكروشيه بايدي. طبعا باجي هنا عند الابره هنا فيها حته مبططه من هنا،
الحته المبططه دي لازم ليها اتجاه مع الكروشيه في تظبيطه. تمام. اهي الحته المبططه اهي كده، واجي هنا على الايه، عند الكروشيه كده اهو، لازم تلمس الكروشيه كده اهو. لمست الكروشيه هروح مكمل اللفه بتاعتي في سبيل ما تربطش فين في الكروشيه ده كده. مش هتحتاج لدواسة برم خالص. ده بيكون شكلها. تعمليها على المكنة السنجر بدون دواسة برم، وهتكون معاكي شكلها كويس جدا. الشكل ده كده. شكرا ليكم في فيديو جديد. تعالوا بينا نعمل حمالات لمريالة. الكورنيش جوه الحمالات. تعالوا نشوف احنا هنعمله ازاي. يلا بينا. نعمل الكسرات. علشان تقدري تعملي الكورنيش بتعمليه الاول على القماشه كده بالشكل ده كده. بعد كده هقولك تعملي ايه. بعد ما عملناه بالكسرات بالشكل ده كده هنتني الاتنين على بعضهم كده ونخيطهم. وبعدين نقلبه. وده بيكون شكلها في النهاية. دي حمالات لمريالة. شكرا لكم. لو انت هتعملي بطانة الرقبة والفستان قط او المريالة قط، بتقصيها بالشكل ده كده. بتكون شبكة في السوستة من ورا، وبتكون شبكة في حردة الجيرو. قبل ما تخيطيها بتسرفليها الاول. هنسرفلها ونشوف احنا هنعملها ازاي. وده بيكون شكلها بعد ما بنسرفلها وبنركبها. بيكون شكلها نظيف. شبكة مع السوستة، وشبكة مع حردة الجيرو، ومع المرد اللي في الأمام بالشكل ده كده. ده شكله. وبيكون شغل نظيف. شكرا لكم. مع فيديو جديد. تعالوا بينا نعمل حردة الرقبة دي ازاي. هنعمل البطانة بتاعتها اللي هي دي. تعالوا بينا نعملها مع بعض. اهلا بكم معايا. احنا النهارده هنعمل بطانه لحردة الرقبه. احنا حردنا الرقبه بالشكل ده كده، وهناخد البطانه بتاعتها من الحرده بتاعت الجيرو. حطينا عملنا القماشه، طبقناها اتنين، وتبقى دي الزياده. ممكن ان احنا نلزقها بدبل فيس. وبيكون ده شكله من الظهر بالشكل ده كده. مرتاح جدا. وده بيكون شكله من الوش مرتاح جدا وشغل نظيف. اتمنى ان يعجبكم وتعملي الفكرة دي. بيكم معايا في فيديو جديد. عشان تعملي كشكشة ناعمة زي شد الفتلة بالظبط، اول حاجة هنعملها هنقفل العيار ده كويس جدا. نقفله ونفتح العيار ده على الاخر بتاع الغرزة. نفتح عيار الغرزة على الاخر. بعد كده هنشتغل بالشكل ده كده. دي بتكون كشكشة ناعمة وجميلة زي شدة الفتلة. بدل ما نخيط وبعدين نشد الفتلة، هي هتكشكش لوحدها.
وبيكون ده شكلها في النهاية جميلة جدا. جربيها وإن شاء الله هتعجبك. شكرا لكم. مساء الخير، أهلا بكم. ده كردجان بكنار، أتمنى إن هو يعجبكم. الكم عملته برضو من الكنار بالشكل ده كده، كم واسع. الجزء اللي اتبقى منه عملته شرب كده تربطه على الرقبة، شكله جميل جدا الشكل ده كده. والكردجان طبعا مفتوح، وكده من الخلف. جميل جدا في اللبس، اتمنى ان الموديل يعجبكم. شكرا لكم في موديل جديد. اهلا بكم معايا. عندك فستان سواري مفتح من الصدر بالشكل ده كده. طبعا مش عايزه الفتحات دي تبين الصدر، فانا هقولك على فكره كويسه. احنا هنجيب قماش اللون ده كده، اللي هو القماشه دي ستان كده، وبنعملها بديل للصدر من جوه. فاحنا بندورها بالشكل ده كده، نقصها تدويره كده، وبنعمل لها تدويره الرقبه، بنقيسها على ده وبنعمل تدويره الرقبه، وبعدين هو ده شكله بعد ما عملناه وحددنا الرقبه، حدة الرقبه بكده. هنركبه في الكتف، في كتف الفستان، وده بيكون شكلها بعد ما بنركبها. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. شكرا لكم، مع فيديو جديد. الكتف عندك سايت وفتحة الجيرو ما ينفعش ان انت تشيل الكم او تفكيه وترجعيه تاني. لو احنا رجعناه هيعمل ايه؟ هيبقى واسع من هنا كده، من الجنب كده، وطبعا الفستان مظبوط عليها. فاحنا هنعمل ايه؟ فاحنا هناخد بنسة كده من الكتف، هناخد بنسة من عند الكتف كده 10 سم من الامام و10 سم من الخلف، وناخد البنسة اللي احنا محتاجينها، ممكن 2 أو 3 أو 4 سم حسب عرض الكتف. دي بتكون البنسة بالشكل ده كده، وده شكلها من بره. بتظبط الكتف وحدة الجيرو. لو حدة الجيرو واسعة بتظبطها بالشكل ده كده. أتمنى إن الفيديو يعجبكم. شكرا لكم. فستان لطفلة للعيد، دبل كلوش ولبطانة. البطانة بكورنيش، وده نص كم. النص كم ده بنظام منديل، بس ايه دورته زي النص كم بتاع زمان. ده دبل كلوش واسع جدا، ما فيهوش خياطة في الجنب ولا في الخلف. دي جيبة. اي حاجة باقية عندك ممكن ان انت تعمليها. ده كان باقي من فستان لأم الطفلة. شكرا لكم ومع الف سلامة. ان شاء الله فيديو القص هينزل بكرة، شوفوه على القناة. شكرا لكم، مع فيديو جديد. اهلا بيكم معايا. النهارده معايا الكم ده طويل وله اسوره مقفوله بالشكل ده كده على شغل. فانا عايزه اقصره ازاي؟ هعمل له تانية سحريه. تانية سحريه احنا بناخدها طبعا، بنقيس طول الكم وبنحدد الطول المناسب ليه. والتانية السحريه بنعملها كده بالشكل ده كده، بنتني الكم لجوه وبناخد المقاسات، وبعدين بنمشي على الخياطه دي، على الخياطه اللي هي في اول الاسوره كده بالشكل ده كده. بعد ما عملناها ده بيكون شكلها بالشكل ده كده. ودي التانية من جوه، لو هي زياده بنقصها وبنعملها اوفر. ودي كانت التانية السحريه. اتمنى ان هي تعجبكم.
شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. جالك زبونه وعايزه تقصر عبايه، فانت بتقيسيها عليها وبعدين بتدبسيها من الامام على الطول اللي هي هتحتاجه. فلما خلاص احتاجت الطول ده اوكي، فانت بعد كده هتعملي بالطباشير على الطول المطلوب بالشكل ده كده. وبعدين خلاص انت حددت على الطول المظبوط. بعديه هتعملي خط كده ان 3 سنتي، على اساس ان انت ايه هتدخلي سنتي ونص جوه وسنتي ونص هيبقى تانية العباية. هتكوني كده في الامان، وبكده العباية مش هتقصر منك وهتبقى كويسة وهتعجب الزبونة. شكرا لكم، مع افادة جديدة.